سلام الله عليكم، كي راكو دايرين اخوتي؟ ان شاء الله تكونوا ديما بخير. اليوم اجيو معايا نشوفوا هاد الكيكه اللي كنا كنحماقوا عليها في الصغر وباقا كتعجبني. هاد الحلوه كنت كنلقاها اكثريه حدا المحلات اللي كيكونوا حدا هكذايا الكيران والمحطه ديال الطاكسيات بحال هكذا كنلقى هاد الحلوه كتباع في الباتيسريات وبعد البقاله. زوينه وبنينه بزاف، علاش لا نصايبوها حتى حنايا لوليداتنا الكوتي الفطور، واللي بغى يحطها في القهاوي حتى هو يصايبها في الدار ويحطوها في القهاوي في الباتيسريات، راه كيحتاجوها الناس للفطور. كتجي بنينه 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 كتحمق. طريقتها سهله، يلا معايا نشوفوا كي كيتصايب هذا الخير اخوتي. كنحتاجو فيه كاس هنايا عامر ديال السكر، عبار ديما بكاس العنبه، واحد البيضه، واحد ساشي د الفاني، قبيصه ديال الملحه، وكاس ديال الحليب. هاد المكونات كاملين غادي نطربهم هكذايا غير بالطراب اليدوي اولا نحطوهم في الخلاط الكهربائي اللي جا على خاطركم، ممكن تخدموها به ماشي مشكل. كنبقى نخلط فيها، الطريقه ديالتها اسهل منها ما كاين، وكتجي واحد الكيكه بنينه بزاف. واش كتعقلوا على المذاق ديالها؟ سميتها بويو. هاد الكيكه هادي مشهوره بزاف ولكن قليل فين كنلقاوها. غنحتاجو معاها واحد الكاس ديال الزيت، وغنعاود نخلطو حتى هو حتى يتخلط وما يبقاش يبان ليا مزيان. وصافي كيبقى عندي دابا غير الدقيق. هادو هما المكونات ديالها، ما كتاخذش وقت طويل في التوجاد. غنبدا نضيف الدقيق، كنحتاج فيها 3 ديال الكؤوس تقريبا، بعض المرات كيكون قل من بجوج معلقات او 3. غنضيف هنايا الكاس الاولاني وغادي ندير معاه واحد ساشي ديال الخميره ديال 8 غرام. ما ديروش ساشي ديال 7 غرام، ديروا ديال 8 غرام باش ما نحتاجوش نزيدو عاوتاني واحد شويه ديال الخميره. ضروري نديرو هادي ديال 8 غرام. صافي كنخلطها وكنعاود نخليها غير واحد شويه، غير ما يبقاش يبان ليا الدقيق، ونعاود نضيف الكميه المتبقيه ديال الدقيق، هذا الكاس الثاني. كنخلطوه، ما نعجنوهاش بزاف باش ما يوليش عندنا الخيط في هذاك الدقيق في ديك العجينه بحال غادي نوليو نعجنوها. غير كيبقى ما يبانش لينا الدقيق، دوك الكرات ديال الدقيق كنوقفوا من التخلاط. ودابا اخر كميه ديال الدقيق نضيفها شويه بشويه. هذا الخليط هذا خصو يكون ثقيل على الخليط ديال الكيك العادي. كيف ما كتشوفوا راه ما كنحتاجوش ما غنحطوهاش في شي مول، غنحطوها في اللاطه وغادي نحاولوا نقادو لها الشكل ديالها بديك الفورمه اللي كتعرفوا بها هاد الكيكه. كنبقى نضيف دابا شويه بشويه دقيق. غنضيف تقريبا واحد المعلقه هنايا، راه بدا كيتقال عندي الخليط خصو يكون ثقيل. الا كان الخليط عندكم مرخوف بزاف بحال الخليط ديال الكيك العادي راه غادي يسيح في اللاطه، فاش غادي نحطوها في الفران غادي يسيح وغادي يتخالطوا. ضروري دابا غادي نضيف غير واحد المعلقه، وراني حاسه بان الخليط ولا عندي ثقيل. صافي هكذا خصو يكون. كنتمنى ان هذه الفكره تكون واضحه معكم اخوتي. راه كتحتاج 3 ديال الكؤوس، قل تقريبا قل ربع كاس، 3 الكؤوس الا ربع. يعني غادي يشيط ليا هنايا واحد جوج ولا 3 المعالق، تقريبا بقى ليا ربع كاس. غنخلطوه بالمعلقه باش يبان القوام مزيان. شوفوا كيفاش غادي يكون ثقيل هكذا. شفتوا؟ الا عندكم شي بغيتو ديروا لها النكهه ديال الحامض ولا تعصروا عليها شي عصير الحامض، يا سلام. الا عندكم الحامض كتجي واحد البنه خطيره خطيره بزاف بزاف، ما تشبعوش منها. هذا هو القوام اللي خاصو يكون. غادي ندوز ناخذ واحد شويه 3 المعالق تقريبا من هذا الخليط، نضيف عليه معلقه ديال الحليب ولا الماء، ونضيف عليه كذلك معلقه صغيره من الكاكاو المر باش نخلط هذا الخليط باش غادي نزين الكيكه ديالتنا من الفوق. تقدروا تخليوها بلا زواق هكذاك حتى هكذاك عادي، ما كاين حتى شي اشكال، حتى هكذاك كتجي زوينه. وغندوز باش نطراسي في واحد الفيلم اليمونتير، نطراسي الشكل اللي انا بغيتو والحجم اللي بغيتو باش يجوني تقريبا متقاربين في الحجم. يعني عينكم ميزانكم، ماشي ضروري تطراسيوهم، تقدروا تصايبوهم غير في اللاطه تكون مدهونه بالزيت وغير هكذايا. انا غير بغيت ندير القياس يكون تقريبا متساوي باش ما بقاش تجيني وحده طويله وحده قصيره.
كناخد هاد الخليط ديالي نحطوه في شي بلاستيك غذائي أو بلاستيك ديال المجمد اللي عندكم، أي بلاستيكة غذائية صالحة، ديال الكيكة هاذيك ديال البوش، البلاستيك ديال الجيب ديال الحلواني تا هو، كنديروه في البلاستيكات ونحطوه باش نبداو نخدمو به في اللاطة هكذا. كنبدا نحط واحد القياس، كندور على واحد الجناب هكذا، كندور على الجناب، عاد كنبدا نعمر الوسط ديالها وكنساويها بالمعلقة أو بالسكين، نبدا نقاد فيها، نعمّر الفراغات بهاد الشكل. هذه هي الطريقة ديالتها. إلا كانت هكدايا ما كتسيحش ليكم، عرفوا أن الخليط راه هو هذاك في الطحين. إلا شفتوا أنه بدا كيسيح ليكم بزاف وبدا كيخرج على القياس ديالو، ما كيبقاش شاد الفورمة، عرفوا أن الخليط ديالكم مازال محتاج تزيدوه واحد المعلقة ديال الدقيق. كنستمر هكذا حتى كنكملها وكنزوقها بهادوك الخطوط ديال الشوكولا، وغادي ندخلها الفران مدة ديال 15 دقيقة. راها كتبدا تعطي الريحة، راكم عارفين هاد الخليط هذا رقيق بزاف وهشيش، يعني دغيا كيطيب. مدة ديال 20 دقيقة كتكون جاهزة. كندير عليها النار من الفوق باش تحمر شوية، تاخد الوجه، ولكن النار تكون مهيلة بزاف، بحال غنطيبوا الكيكة على النار المهيلة بنفس الطريقة. هذا ما كان اخوتي. بالنسبة للطريقة اللي بغا يديرها للبيع، راه خاصنا نحسبوا شحال خرجت لينا من حبة وشحال تقامت علينا المقادير، هكذا باش كنعرفوا شحال غادي نربحوا فيها. كنعطيوها واحد الثمن اللي غادي يكون مسلكنا. هنايا صايبت واحد القطع كبارين، نقدروا نصايبوهم صغر من هكذايا وغادي يخرجوا لينا كميه اكثر. هنايا راني حصلت على 6 ديال القطع، يعني 6 ديال القطع ملاقيين، تقدروا تخرجوا منها حتى ل 10 ديال القطع. وانتم كتحسبوا ديك الساعات الثمن اللي غادي يسلككم فيها. كتحط عند القهاوي، عند المحلابات، عند البقاله، عند القلايه، عطا الله فين تحط. بالنسبه للتغليف، يا اما كنغلفوها في السلوفان ونجمعوها هكذايا بسكوتش، يا اما كاين واحد الساشيات جاهزين كيتباعوا واجدين كيف ما تشوفوا معايا، كيتباعوا واجدين تدخلوها فيهم وكيتسدوا بسكوتش ديالهم. هذا هو الطريقه ديال هاد الحلوى اللي كتجي اكثر من لذيذه. كنقدروا نغلفوها، نحشيوها يا اما بالكونفيتور اللي هو الطريقه الاصليه ديالتها بالكونفيتور، كما كنقدروا نحشيوها بالشوكولاته اللي ديال الدهن. جميع الطرق كتجي واعره واعره بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، راها سهله في التحضير وغير مكلفه. يعني الا بغينا نبيعوها نديروا الثمن اللي يكون مناسب للبيع، يكون في متناول المستهلك، والرباح يكون دائما فيما يرضي الله. ما نغليوش الحاجه بزاف وما نقصوش عاوتاني بزاف اللي ضرنا. راكم شايفين وهي كتقام رخيصه وكتخرج كميه يعني مزيانه، يعني فيها الارباح. وكتحط هكذايا عند صحاب محلبات، كتمشى بزاف مع الرايب، وكتحط عند القهاوي تمشى عاوتاني كيحتاجوها الناس للفطور. هي كتبقى صابره واحد 5 ايام وهي مغلفه، ما كيوقع فيها حتى شي حاجه، كتبقى صالحه للاستهلاك، وكتبقى بالعكس عاد ما كتزيد تبنان، خصوصا مع الكونفيتير. كانت هذه هي الفكره ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. خليت لكم الراحه خوتي وتبقوا على خير. بسلام عليكم.